السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنكمل باقي درس الحملة الفرنسية على مصر. إحنا المرة اللي فاتت توقفنا عن موقعة أبي قير البحرية واتكلمنا عن نتائجها سواء بالنسبة لمصر أو سواء بالنسبة لدولة فرنسا. طيب تعال نكمل النهاردة باقي الدرس اللي بيتكلم عن أول ما بيتكلم عن مقاومة الشعب المصري للاحتلال الفرنسي. هتقولي لي يعني ايه كلمة مقاومة؟ المقاومة يعني أنا رافض الاحتلال، أهي أنا رافض الاحتلال بكل حاجة بيعملها، بمظاهره، بأساليبه في البلد، بكل حاجة بيعملها، وهخرجه من البلد بأي وسيلة، بالثورة، بالحرب، بأي طريقة هخرجه من البلد. يبقى ما المقصود بالمقاومة؟ هي رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه أو إخراجه من البلاد بمختلف الوسائل والطرق. دي معنى كلمة دي معنى كلمة مقاومة. ماشي، تعال نشوف انقسمت عند المقاومة إلى: واحد، مقاومة أهل الإسكندرية، وديواني بيقول لي حتى تحتها اتعرفنا عليها قبل كده. اتعرفنا عليها قبل كده امتى؟ لما قلت نابليون دخل الإسكندرية وقوموا أهل الإسكندرية بقيادة مين؟ محمد كريم، اللي بعد كده اعتقلوه وأعدموه رميا برصاص. عشان كده ما اتكلمش عنها في الجزء ده. طيب هناخد بعد كده مقاومة أبناء الصعيد وثورة القاهرة الأولى، وعند برضه ثورة القاهرة الثانية ناخدها بعد كده. يبقى أنا هتكلم النهاردة عن 3 مقاومات، لأن أخدت الأولى اللي هي مقاومة أهالي الإسكندرية. طب تعال نشوف أول مقاومة، مقاومة أبناء الصعيد. أبناء الصعيد اتبعوا حاجة مهمة جدا، اتبعوا حرب المناوشات. يعني إيه مناوشات؟ يعني بالبلدي كده اضرب واجري. طبعا وادي النيل بيتميز بانه طويل. خلاص، طب ايه اللي كان بيحصل؟ مجموعه من الجنود الفرنسيين واقفين هنا، تقوم مجموعه من المصريين ضربهم وقوموا جاريين. مجموعه من الفرنسيين واقفين هنا، يقوم مجموعه من المصريين ضربهم جاريين، وهكذا. اصبح الفرنسيين ما عندهمش طاقه، هيجروا في المكان ده ولا ولا يجروا في المكان ده ولا يجروا. الله، يعني استراتيجيه الحرب اللي اتبعها ابناء الصعيد كانت سبب من اسباب ان الحمله فشلت ان تقضي عليهم. بس خلي بالك في سبب تاني اقوى، اللي هو هيقول لك سؤال: الطبيعه الجغرافيه. يعني ايه كلمه الطبيعه الجغرافيه؟ وادي النيل بيتميز بالطول. خلاص، وانا قلت ان المصريين اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقه، في كل جنب مجموعه من المصريين. اصبح الفرنسيين مش قادرين يسيطروا على المجموعه دي ولا على دي ولا على دي، ده ادى لارهاق الحمله الفرنسيه. عشان كده الحمله الفرنسيه فشلت في اخضاع اهالي الصعيد. طب لو جيت اقول لك السؤال، طب بما تفسر او دلل. خلاص، أخفقت القوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد. الإجابة تبقى عندي لأنهم اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. أهو طول الوادي. لما أجي أقول لك الطبيعة الجغرافية، سؤال دلل. الطبيعة الجغرافية لمصر كانت من أسباب فشل الحملة الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد. هقوله بسبب طول الوادي واتباع المصريين حرب المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت قوة الفرنسيين، وعلشان كده لم يستطيعوا السيطرة على مين؟ على ثورة أهالي الصعيد. ماشي، يعني هما كده فشلوا. طب مين بقى اللي حس بنفسه؟ أبناء الصعيد. حاسس نفسه ازاي؟ قال لك طب ما انا كده اقدر ان انا اخرجه، طالما هو مش قادر عليا هوني، يبقى انا فعلا اقدر ان احنا لو تعاوننا وعملنا حاجات زي دي كتير يبقى احنا ممكن نقدر نخرجه من البلد. طب الكلام ده معناه ايه؟ اهو بيقول لي نتج عن ذلك تعاظم الشعور الوطني. المصريين بقى عندهم شعور حماسي ان انا اقدر اخرج المحتل ده من بلدي. يبقى هنا احط على سؤال: ما النتائج المترتبة على إخفاق الحملة الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد؟ هتقول لي أدى إلى تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي، مش عايزينه وقادرين إن احنا نخرجه من البلد. طيب دي أول مقاومة، وفرنسا فشلت في إخضاعها. تعال نشوف المقاومة التانية، ثورة القاهرة الأولى أكتوبر. خلي بالك الكلام ده كل الأحداث دي يعني حصلت في نفس السنة داخلها الاحتلال، هو ملحقش أصلا يتهنى على أي حاجة. طيب ثورة القاهرة الأولى مركزها الأزهر الشريف.
مقر طبعا الازهر الشريف اللي بيقوم دايما يا جماعه بالثوره العلماء والمفكرين، لان هم اللي درجه عاليه من العلم، عندهم درجه عاليه من العلم والفهم، وشايفين ان اي عدو محتل دولي ده مش من حقه ان هو يعمل كده في البلد، والمفروض ان هو يخرج من البلد. فهم دايما اللي بيجمعوا الناس حواليهم والناس بتسمع كلامهم لما بالثوره او الناس تنام. يبقى بنقول مركزها الازهر الشريف، لان اللي كان قايم بها مين؟ العلماء، هم اللي شجعوا الناس على ايه؟ على الثوره. طيب سؤالي، اما اجي اقول لك سؤال بما تفسر اسبابها ايه؟ هقول لك نابليون فرض الكثير من الضرائب على المصريين، المصريين رفضوا. طب ده ما هوش السؤال الاساسي اللي عايزاك تقول لي عليه، الجزئيه دي فيها كذا سؤال. عارفين كذا سؤال ليه؟ فاكر لما قلت لك معركه ابيقر البحريه كانت بدايه النهايه للحمله الفرنسيه؟ هتقولي يعني ايه بدايه النهايه؟ هقول لك دلوقتي احنا قلنا الحمله الفرنسيه لما جت مصر نابليون كان جايب معاه مجموعه من العلماء عشان يدرسوا الاول احوال مصر ويعرف ازاي يستفيد منها. يعني ما كانش معتمد في الاول خالص على انه يفرض ضرائب ولا على موارد مصر، هو كان معتمد على ايه؟ معتمد على الامدادات، المواد الايه اللي هو عايزها تجيله منين؟ من دولته ايه؟ فرنسا. ما كانش في الاول معتمد على مين؟ على مصر. ولكن لما حصلت معركه ابيقر البحريه طبعا توقفت الامدادات اللي كانت تجيله من دوله مين؟ فرنسا. فاضطر بقى ان هو يعتمد على مصر. هيعتمد عليها ازاي؟ عن طريق فرض الضرائب الباهظه على المصريين، وقال لك اهي، وقام جايبها لك بين قوسين لقطع الامدادات من فرنسا بعد تحطم الاسطول الفرنسي في معركه ابيقر الايه؟ البحريه. يبقى انا ممكن احط على الجزئيه دي كذا سؤال. اول سؤال اقول لك ايه؟ بما تفسر كانت معركة أبيقر البحرية بداية النهاية للحملة الفرنسية. هتقول لي حيث قام نابليون بفرض الضرائب الباهظة على المصريين مما كان سببا في قيام الثورة ضد مين؟ الفرنسيين، وقطع الإمدادات من دولة مين؟ فرنسا. خلاص، والقضاء على آمال فرنسا في السيطرة على ساحل البحر إيه؟ المتوسط. طب هقول سؤال عليه تاني، ما العلاقة بين، تبقى فوق هنا أهو، ما العلاقة بين ثورة القاهرة الأولى ومعركة أبيقر البحرية؟ هنا أهو، دايما العلاقة في ارتباط، في سبب أو نتيجة. هقول له إيه؟ حيث قيام نابليون بفرض الضرائب الباهظة على المصريين بعد توقف الإمدادات أو قطع الإمدادات عن دولة فرنسا بسبب معركة أبيقر البحرية كان من أسباب قيام المصريين بثورة 1798 اللي هي ثورة القاهرة الأولى. طيب خلي بالك ده مش السبب الوحيد، ده انا عندي اسباب تانية. طبعا نابليون بيفرض ضرائب عشان ياكل هو والايه والناس اللي معاه، الجنود عايزين ياكلوا، بقى يعملوا ايه؟ بقى يدخل البيوت يفتشوا فيها على اي حاجه، على طعام، على شراب، على اموال، على اي حاجه. طيب كمان لما كان بعض الشباب المقاومه يقوموا بالثوره ضدهم، كان زمان بيسموا المناطق الايه اللي موجوده في القاهره الشوارع بيسموها حارات، وكانوا يعملوا على مدخل كل حاره باب. فلما كانت عناصر المقاومه دي تقوم بالثوره، تعمل شويه ثورات كده بسيطه ضد الايه، تضرب شويه عساكر فرنسيين، تعمل اي حاجه من دول، يقوم الايه العساكر الفرنسيين جارين وراهم، يقوموا داخلين جوه الحارات، ويقوموا الايه المصريين عناصر المقاومه واقفين على نفسهم، يقوموا الفرنسيين مكسرين ايه ابواب الحارات. طبعا الناس اللي في الشوارع اللي ابواب الحارات دي اتكسرت طبعا بتقوم ضدهم بايه؟ بالثوره، كله اتفق مع بعضه. يبقى تاني حاجه اهو، هدم ابواب الحارات لمضاربه عناصر ايه المقاومه. 3 هدم كثير من المباني والآثار والمساجد بحجة ان هو بيحصن القاهرة. طبعا نابليون عايز يحصنها. يعني ايه؟ نابليون كان عايز يعمل حوالين القاهرة سور علشان لو اهل القاهرة قاموا بثورة يقدر ان هو يقفل المداخل بتاعة القاهرة ويقضي على ايه؟ على الثورة. طب في سبيل ان هو يعمل كده طبعا هد كثير من البيوت والآثار والمساجد بحجة ان هو ايه؟ بيحصن القاهرة. يبقى ما اجي اقول لك سؤال بما تفسر، لما يجيب لي السؤال هقول له كل الاسئله دي، هقول بما تفسر قيام ثوره القاهره الاولى بسبب فرض نابليون الضرائب الفادحه على المصريين. 2 قيام جنود الحمله بتفتيش البيوت بحثا عن الاموال. هدم ابواب الحارات لمطارده عناصر المقاومه. هدم كثير من المباني والاثار والمساجد بحجه تحصين الايه القاهره. طبعا الاحداث الثوره بدات منين؟ طبعا من القاهرة وامتدت لباقي الايه الاقاليم. وفي الوقت ده اتقتل حاكم القاهرة الفرنسي اسمه ايه؟ اسمه دبوي. مش المشكلة. طب هل الثورة انتهت؟ حاول طبعا نابليون انه يقضي على الثورة، بس طبعا استخدم الايه القوة والعنف. خلي بالكم نابليون خالف اللي عمله مع العلماء. مش احنا قلنا قبل كده ان نابليون اول ما دخل القاهرة
أمن العلماء على أموالهم وأرواحهم وتعهد لهم إنهم مش هيأذون بأي شيء. هنا الأمر اختلف. عارفين ليه؟ لأن العلماء طبعا كانوا موجودين في الأزهر الشريف لأنه مركز الثورة، وكانوا بيحسوا الناس على الثورة. فنابليون أراد إن هو يقضي عليهم، طبعا ما خرجوش من الجامع. قام نابليون بالجيش بتاعه، قام داخل بالخيول بتاعته في المسجد اللي هو الجامع الازهر. طبعا ده بالنسبه للمصريين ادى اساءه الناحيه الدينيه عندهم. ازاي تدخل مكان طاهر زي المسجد بالخيل بتاعك؟ ده ادى اثاره الشعور الديني لدى المصريين، وده اغضب المصريين. طب بيجي عليها سؤال بيجي عليها سؤال يقول لك ما رايك فيما فعله نابليون؟ ما رأيك فيما فعله نابليون في دخول الجامع الأزهر بالخيول؟ هقول له تصرف سيء. هتقولي ليه؟ هقول لك هي اصلا مكتوب عندك اهو، لانه ادى الى اثاره الشعور الديني لدى المصريين وغضب المصريين. يبقى كده لما اجي اقول لك كده نابليون طبعا الوعد اللي وعد العلماء ومشايخ الازهر في البدايه راح. ليه؟ لانه امنهم على ارواحهم واموالهم. وهو كده قال لك هنستخدم، حيث انه استخدم القمع والارهاب لاخماد الثوره، ودخل الجامع الازهر بخيولهم. يبقى كل الوعود اللي وعدها نابليون لعلماء ومشايخ الارض ومشايخ الازهر كلها انتهت. طيب تعال نشوف النتائج بقى. النتائج بيقول ايه؟ اعدام الكثير من الاهالي والثوار. طب ليه؟ نابليون عمل حاجة، قال لك انا عايز يكون عندي كبش فدا. كبش فدا يعني ايه؟ يعني انا عايز اضربهم في الاول ضربة شديدة بحيث الكل يخاف. قام جايب مجموعة من الاهالي والتجار والثوار والاهالي واعدامهم. ده معناه بيدي انذار لاي حد بعد كده انه يقوم بثوره يبقى الجزاء زي اللي حصل ده. وفي نفس الوقت 2 فرض غرامات. انتوا زعلانين من الضرايب؟ طب انا هفرض ضرايب وهفرض غرامات زياده على التجار والعلماء. اشمعنى التجار والعلماء اللي ذكرهم؟ العلماء لان هم اللي كانوا بيدعوا الناس للثوره. احنا قلنا الثوره دي اللي قام بها علماء الازهر الشريف. يبقى فرض الضرايب والغرامات على العلماء. طب والتجار دول كانوا بيمولهم، يعني عايزين معدات، عايزين منشورات، عايزين كذا، هيجيب الفلوس منين؟ من التجار. يبقى فرض الغرامات على التجار والعلماء. هقول له شروع القوات الفرنسيه في تحصين القاهره. يعني اللي انتوا كنتوا قايمين ضده بالثوره انا برضه هعمله، هحصن القاهره وهد البيوت والمساجد. يعني كأن الثوره ما ادتش لاي نتيجه من النتائج اللي كانت قايمه عليه. يبقى تاني، يبقى قال لهم النتائج الثوره ناخدها بالمعنى العام. اللي هيقوم بالثوره بعد كده هيعدمه، يبقى اعدام الكثير من الثوار والاهالي. فرض غرامات، زعلان عشان الضرايب هفرض عليكم غرامات، وعلى الناس كمان بالذات اللي شاركت في الثوره وكانت سبب في قيامها اللي هم العلماء والتجار. شروع القوات الفرنسيه في تحصين مدينه القاهره. طيب اكتب كلمه صواب او خطا. اقتصرت مقاومه المصريين الحمله الفرنسيه على الوجه البحري. طبعا الإجابة غلط. عارفين ليه؟ احنا جبناها من فوق من هنا. بيقول لي سار الأهالي. امتدت الثورة، بيقول لي امتدت الثورة إلى الأقاليم المجاورة. يبقى الثورة يا جماعة ما كانتش فين؟ في القاهرة فقط، ولكن الثورة هقول انتشرت في جميع أنحاء مصر. يبقى كده اتكلمنا عن مين؟ عن تاني مقاومة للشعب المصري اللي هي ثورة القاهرة ثورة القاهرة الأولى. تعالوا نشوف تالت مقاومة. قبل ما ندخل على تالت مقاومة هنتكلم عن الحملة الفرنسية على الشام 1799. قال له هو مش المفروض ان نابليون كان جاي يستولي على مصر؟ ايه اللي خلاه يغير استراتيجيته ان هو يتجه للشام؟ هقول لك ايه اللي حصل. نحكي الاول قصة كده. هقول لك نابليون ليه الوقت كان عدو؟ المصريين اصبحوا اعداؤه. الدولة العثمانية متضايقين منه طبعا لان كانت مصر تابعة للدولة العثمانية. طيب انجلترا طبعا هما الاثنين اعداء من قبل ما يدخلوا مصر، وهم حطموا الاسطول وقفوا قدام السواحل. طب ايه اللي يحصل؟ انجلترا والدوله العثمانيه يتفقوا مع بعض وهتنضم لهم من الثالثه روسيا، احسن روسيا كانت صاحبه الدوله العثمانيه في وقت دواني. الثلاثه انضموا مع بعض وعملوا تحالف عثماني روسي انجليزي. طب ليه عملوا تحالف؟ ليه؟ قال لك هنعمل تحالف، هنجيب قوات من عندنا بمعدات بكل حاجه ونخرج الحمله الفرنسيه من مصر. يبقى ما اجي اقول لك هنا سؤالي بما تفسر اهو وجود تحالف عثماني انجليزي روسي. طبعا انجلترا هي الانجليز، هي بريطانيا. وجود تحالف عثماني انجليزي
روسي هقول له لإخراج الفرنسيين من مصر اهي بيقول لي اهو لإخراج الفرنسيين من مصر بالقوة الايه؟ بالقوة العسكرية. وعشان يخرجوا الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية هقول أعدوا حملتين، واحدة بحرية والتانية برية. بحرية الأول هتجيلي هنا من طريق ايه؟ هتجيلي من البحر المتوسط من هنا عن طريق جزيرة اسمها جزيرة مين؟ رودس. طيب والتانية هتجيلي منين؟ هتجيلي من هنا من الشام. هتجيلي من الشام عن طريق مين؟ طبعا هتدخل عن طريق فلسطين من بلاد الشام. يبقى أنا كده لما أجي أقول لك سؤال بما تفسر أهو وجود تحالف عثماني روسي إنجليزي وذلك لإخراج الحملة الفرنسية من مصر بالقوى الإيه؟ العسكرية، وعشان كده عدوا حملتين. طيب اما اجي اقول لك اسباب الحمله هتقوم تقول لي بقى ايه؟ نابليون بقى لما جات له الاخبار دي يعني الحق ده انجلترا وانجلترا وروسيا والدوله العثمانيه عاملين تحالف ضدك وهيبعتوا لك حملتين، واحده عن طريق الشام وواحده عن طريق البحر المتوسط. قال لك طب وانا انتظر في مصر لما يجوا لي يقضوا عليا؟ لا، انا هروح لهم لحد عندهم. خلاص خلي بالكم، قام عامل رحلته لمين؟ للشام. المفروض كده يجي له رحله عن طريق مين؟ الشام. هو بقى هيروح لهم هناك قبل ما هم ايه؟ يجوا له في مصر. طيب اما اجي اقول لك حرب للشام دي يعني حرب دفاعيه ولا هجوميه؟ طبعا دفاعيه، انه بيدافع عن ايه؟ عن نفسه. طيب اما اجي اقول لك سؤال بما تفسر على الجزء ده، بما تفسر تغيير نابليون استراتيجيته والحملة الفرنسية على مصر. ليه نابليون غير استراتيجيته في الحملة الفرنسية على مصر؟ نابليون يا جماعة مش كان حاطط في دماغه بس ان هو هيستولي على مصر. طب ايه اللي خلاه يروح يستولي على الشام؟ ما كانتش في دماغه، هو كان ناوي يسيطر على مصر وسواحل البحر المتوسط. خلاص، مع ان الشام في السواحل برضه البحر المتوسط بس في الجنب الشرقي، بس برضه ما كانش في البدايه في دماغه. هقوم قايل الاجابه بسبب وجود تحالف عثماني روسي، خلاص عثماني روسي انجليزي لاخراج الحمله الفرنسيه من مصر، فتوجه لبلاد الشام للقضاء على الحمله القادمه من بلاد الايه؟ الشام. وده خلي بالكم اهو سبب الحمله الفرنسيه على ايه؟ الشام، اللي هي ايه؟ اللي هي رغبه نابليون في القضاء على الجيش العثماني القادم من بلاد الايه؟ الشام، اللي احنا بنقول الحمله البريه. يبقى عرفنا نابليون ليه غير في استراتيجيته وراح للشام. هقول له بسبب التحالف العثماني الروسي الانجليزي لاخراج نابليون. طيب تعال نشوف خط سير الحمله. ادي الحمله عندي اهي، خلاص جايبها على الخريطه. بص كده معايا اهي، انا عندي الحمله هنا خرجت من القاهره وهي ماشيه، اما اجي اقول لك استوت على مين؟ العريش، ما كانش تبع مصر. بعد كده على مين؟ على غزه. بعد كده هتروح لمين؟ ليافا. يافا مدينه من مدن الشام. طيب يافا دي فضل نابليون محاصرها فتره، وبعد كده سلمت ايه؟ نفسها بعد ما وعدها واعطاها الامان. خلي بالكم هيجي لك سؤال يقول لك نابليون استخدم استراتيجيه، طبق استراتيجيه جديده في حملته على الشام اللي هي الخداع والمناوره. ازاي؟ هقول لك هو لما جه لف حوالين مين؟ يافا وحاصرها. بعد فتره طويله لما زهق من الحصار اقنعهم ان هم يسلموا ايه؟ نفسهم وهو يعفو عنهم. وفعلا اهالي يافا سلموا نفسهم. كانت حاميه عسكريه حوالي 4000 ل 5000 ايه؟ جندي. طبعا هو كان خاين. ليه بقى؟ لانه بعد ما امنهم على انفسهم وارواحهم واعطالهم الامان، ايه اللي حصل؟ خانهم وقضى ايه؟ عليهم. عشان كده لما اجي اقول لك سؤالي ما رايك، دايما بيجيلك السؤال ده يعني عشان يربي جواك الايمانيات الصح. ما رايك فيما فعله نابليون مع اهالي يافا؟ هقول له تصرف ايه؟ تصرف خاطئ. ليه؟ هقول له لانه امنهم على انفسهم وايه؟ وارواحهم وغدر ايه؟ وغدر بهم. طيب يبقى هو بيقول لي اهو حاصر نابليون اهالي يافا حصارا، شوف حصار شديد، يعني هو ما قدرش عليهم بالشده، يقوم يقدر عليهم بايه؟ بالمناوره. يعني هم ما كانش يسلموا نفسهم لولا هو ايه؟ اقنعهم. استولى عليها واعدم جميع افراد حميتها رغم اعطائه لهم الامان على ارواحهم، مرتكبا بذلك جريمه بشعه نسبها عرفت بمذبحه يافا الايه؟ البشريه. طيب سؤال دلوقتي المكان اللي ورا يافا مين؟ عكا اهي. طب سؤالي بالله عليك لما انت تروح المدينه اللي قبلي والناس تفضل مستبسله في الدفاع عنها وانت تعطيهم الامان ويسلموا نفسهم وبعد كده تغدر بهم، بالله عليك المدينه اللي بعدها هتوافق ان هي تسلم نفسها ليك؟ طبعا استحاله.
يبقى أهل عكا استبسلوا. يعني إيه؟ يعني دافعوا عن بلادهم دفاعا شديدا. ليه؟ قال لك إحنا لو سلمنا نفسنا ليه زي أهل يافا كده كده هياخدوا ربنا ويقتلنا. يبقى احنا لو حتى متنا واحنا بندافع عن وطننا يبقى اسمنا متنا ايه؟ شهداء، ويمكن يكون في نصر. وده اللي حصل. عشان كده لما اجي اقول لك سؤال ما النتائج المترتبه على مذبحه يافا البشريه، هقول له ادت الى استبسال اهالي عكا في الدفاع عن ايه؟ عن مدينتهم، لانه زي ما قلت وكان غبي في تصرفه دوني، فعشان كده اهالي عكا رفضوا ان هم ايه؟ يسلموا نفسهم له. طيب وفعلا راح لاهالي عكا، بس سؤالي هل ده كان السبب بس؟ قال لك لا. طب ايه هو؟ هقول لك مين العدو اللي موجود لفرنسا بره مصر على السواحل؟ انجلترا واقفه هنا على السواحل اهي. فاللي طبعا هي قاعده مراقبه الاحداث. فقام الاسطول البريطاني راح لاهالي عكا من الشاطئ البحر من اهو، وقال لهم احنا عايزينكم ايه؟ تستبسلوا في الدفاع عن مدينتكم زي ما انتوا عايزين، واي مؤن او ذخائر انتوا عايزينها احنا هنمدكم بيها. خلاص. يبقى اما اجي اقول لك يبقى السبب الاولاني لعدم دخوله عكا، هتقول استبسال اهل عكا. يعني ايه استبسالها؟ يعني مقاومه، يعني تصميم على الحرب والنصر. مقاومه واستبسال اهل عكا بقياده القائد بتاعهم كان اسمه حاكم عكا، دايما بتيجي في اسئله الامتحان اسمه احمد باشا الجزار. تاني يبقى استبسال اهالي عكا بقياده حاكمها مين؟ احمد باشا الجزار. طيب حاجه تانية المساعدات الخارجيه عن طريق ايه؟ مساعده الاسطول البريطاني وامداد لعكا بالمؤن والايه؟ والذخائر. يبقى لما اجي اقول لك سؤالي اهو بما تفسر فشل نابليون في دخول عكا، هقول عندي سببين: مقاومة واستبسال أهالي عكا بقيادة أحمد باشا الجزار. 2 مساعدة الأسطول البريطاني وإمداده لعكا بالمؤن والإيه؟ والذخائر. عشان كده لما أجي أقول لك سؤال صح وغلط، هل كان عدم استطاعة نابليون دخول عكا بسبب استبسال أهالي عكا فقط؟ طبعا غلط. ليه؟ هقول له كان في سبب تاني: المساعدات الخارجية. الأسطول البريطاني اللي موجود قدام السواحل ساعدهم بالمؤن والإيه؟ والذخائر. اكتب كلمة صواب أو خطأ. سهلت مذبحة يافا البشرية التي ارتكبها نابليون السيطرة؟ بالله عليك سهلت؟ طبعا لا. ده أصبح الأمر بالنسبة له صعب. ده بالعكس أقول كلمة صعبت، المفروض لو فيها تصحيح يبقى أقول صعبت، ولكن هم قايل لا، ده مذبحة يافا أدت إلى استبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم. طيب هقول بعد كده نتائج الحملة. الوقت نابليون مش معرفش يدخل عكا، المفروض عكا دي الشام اهي، يافا اهي على الساحل، عكا ورا المفروض يكمل. طب هي عكا في المنطقه دي مش عارف يعدي لبلاد الشام، يبقى هو لما عشان ما عرفش يعدي عكا من اهو كده فشلت الحمله، انه ما عرفش يعدي منها ويروح لبيت الايه؟ المنطقه. يبقى اما اجي اقول لك سؤالي بما تفسر فشل الحمله الفرنسيه على الشام، اللي جه بيان لعدم دخول ايه؟ عكا. ففعلا اضطر نابليون بقى العوده الى ايه؟ الى مصر بسبب فشل الايه؟ الحمله. طيب مش احنا قلنا قبل كده ان الحملة دي كان في حملتين، واحدة برية وواحدة بحرية؟ طب فين البحرية دي بقى؟ البحرية وصلت فعلا مصر، بس بدل ما تبقى هنا، بص كده معايا، بدل ما تيجي على البحر هنا، هي المفروض كانت تدخل عن طريق مصر هنا تقف في البحر، بس نابليون كان اتأخر في عطر الشام، فقامت داخلة هنا جوه الأراضي المصرية قدام أبي قير اللي حصل فيه قبل كده معركة أبي قير، بس كانت بحرية. يبقى لما دخل لليابس بقت اسمها معركة أبي قير الإيه؟ البرية. طب تعال نشوفها كده أهي. يبقى أنا عندي معركة أبي قير البرية، هقوم قايلة أثناء عودة نابليون من الشام إلى مصر كان الأسطول العثماني القادم من جزيرة إبريس زي ما أنا قلت دخل إيه؟ إلى أبي قير، فتوجه إليه إيه؟ نابليون، ودارت معركة تانية اسمها إيه؟ أبي قير البرية. فرق بين أبي قير البرية وأبي قير الإيه؟ البحرية. أبي قير البرية كانت 1799، أبي قير البحرية قبلها 1798 قبلها بسنة. طيب طبعا هنا الأطراف الدولة العثمانية، خلي بالك دي المرة الثالثة. عندك سؤال هتلاقيه في الأسئلة وأنت بتحل يقول لك إيه؟ أسئلة المستوى العليا يقول لك المرة الثالثة اللي حدث اصطدام عسكري بين الفرنسيين والمماليك. هقول له بين الفرنسيين والعثمانيين، هقول له المرة الثالثة. طبعا المرة الأولى كانت معركة مين؟ شبرخيت. المرة الثانية معركة مين؟ إمبابة.
خلاص. المره الثالثه اللي محدش يقول لي ان عكا او يافا دول اهالي، ناس اهالي عادي من بلاد الشام، انما عايزه جيش عثماني. طبعا هتقول لي مراد بيك وابراهيم بيك ما دول مماليك، بس هم بيقودوا الجيش الايه العثماني. خلاص. طيب يبقى المره الثالثه في معركه ابقار الايه البريه اطرافها قوات الحمله الفرنسيه ضد قوات الاسطول الايه العثماني، نتائج هزيمه القوات الايه العثمانيه. طيب بعد ما نابليون انتهت المعركه بتاعت ابقار البريه جت له اخبار الحق دولة فرنسا. مش احنا قلنا ان فرنسا كانت قامت بثورة ودول العالم كلها وقفت ضدها عشان اخبار الثورة دي ما تنتشرش عند بلادها ويقوموا يعملوا زي مين؟ زي فرنسا. فدول اوروبا كلها تحالفت ضد مين؟ فرنسا. فطلب من نابليون، قالوا له لا سيب مصر، بلا مصر بتاع الوقت سيبها لاي حد من قائد للحملة عندك نائب لك، وسيبها وتعالى لنا. طبعا هيضطر نابليون فعلا ان هو يسيب الحمله وهيخرج سرا. ليه؟ لان انا قلت لك الاسطول البريطاني واقف قدام السواحل المصريه، فممكن هيمشي عن طريق اليابس من ليبيا او من اي دوله جانبيه، مش هيقدر يخرج من الساحل الشمالي المصري. طيب يبقى ما اجي اقول لك سؤالي بما تفسر، بنقول خروج نابليون من مصر سرا. ليه؟ هقول له بسبب ايه؟ هقول له بسبب بنقول تحالف الدول الاوروبيه، تحالف الدول الأوروبية ضد دولة مين؟ فرنسا. تاني تحالف الدول الأوروبية ضد دولة فرنسا. ممكن يجيلك سؤال واحد من النتائج، ما النتائج المترتبة على تحالف الدول الأوروبية ضد دولة فرنسا؟ هقول له أدى ذلك إلى خروج نابليون سرا من مصر. طب هيترك الحملة لمين؟ للنائب بتاعه اسمه إيه؟ اسمه كليبر. هيخرج نابليون ويترك الحملة للنائب بتاعه اللي اسمه كليبر. طيب تعال نحل تدريب كده. التدريب الثاني بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. المدينة تصدى أهلها بزعامة أحمد باشا الجزار، فاكرينه؟ للحملة الفرنسية مدينة مين؟ هقول له مدينة عكا. ماشي. تعال نشوف السؤال وراه. جاءت الحملة البحرية العثمانية لطرد الحملة الفرنسية من مصر عن طريق طبعا بيقول لك إيه؟ البحرية كانت جاية عن طريق جزيرة مين؟ رودس. طيب تعال نكمل. بيقول لي تولى قيادة الحملة الفرنسية في مصر عقب رحيل نابليون سرا إلى فرنسا. مين اللي تولى؟ هقول له كليبر. طيب تعال ندلل على صحة العبارة. كانت التحالفات الدولية التحالفات الدولية سببا في خروج نابليون من مصر مرتين. تاني كانت التحالفات الدولية سببا في خروج نابليون من مصر مرتين. هتقول لي التحالفات الدوليه اللي هي ايه؟ اللي هي يا جماعه مش احنا قلنا انجلترا وروسيا والدوله العثمانيه تحالفوا مع بعض؟ طيب التحالف ده اهو ادى لخروجه مرتين. مره خرج من مصر رايح حملته على بلاد الشام، ادي مره. المره الثانيه خرج من مصر مره ثانيه بره خالص، بس مش تحالفات بين انجلترا وفرنسا، لا تحالف الدول الاوروبيه ضد دوله ضد دوله فرنسا. يبقى تاني كده نابليون خرج من مصر فعلا مرتين، مره خرج للشام ومره رجع تاني لدوله مين؟ فرنسا. المره اللي للشام اللي عن طريق التحالف الانجليزي الروسي العثماني، المره الثانيه اللي هو التحالفات الدوليه الدول الاوروبيه ضد دوله مين؟ فرنسا. طيب السؤال وراه بيقول لي استخدم نابليون استراتيجية هجومية في حملته على الشام مارس. طبعا لما بقول دلل هقول استخدم نابليون استراتيجية هجومية حيث خرج بجيشه إلى بلاد الشام واستولى على غزة والعريش وغزة ويافا التي ارتكب فيها مذبحة بشرية. طيب ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ تعتبر عكا آخر المدن اللي استولى عليها نابليون أثناء حملته على الشام. طبعا العبارة غلط. ليه؟ لأن عكا ما استولاش عليها، ده يافا كانت آخر المدن، ولكن عكا الإجابة لم يستطع نابليون الإجابة على لم يستطع نابليون الاستيلاء على عكا، يبقى الإجابة هنا خطأ. طيب تعال نشوف بعد كده. نابليون خرج، طب مين اللي هيدير شؤون البلد؟ كليبر. طب سؤالي، هل كليبر كان زي نابليون كده عنده طموح لسه انه يقعد في مصر؟ لا، كليبر ما كانش عنده طموح انه يقعد في مصر. ليه؟ الراجل كان راجل عاقل وفاهم، الراجل قاعد يفكر. خلي بالك ان الاحداث والاخطار كلها كانت موجوده في مصر منذ عهد مين؟ نابليون. ازاي يعني؟ هقول لك. مش نابليون لما دخل مصر الاسطول البريطاني حطم الاسطول الفرنسي واغرقه في مياه البحر المتوسط، ادي عدو من خارج. طيب نابليون كان موجود، مش الشعب قام ضده بثوره القاهره الاولى، ادي عدو موجود.
طيب الدولة العثمانية مش راحت عملت تحالف وده كان سبب في الحملة الفرنسية على الشام؟ يبقى اما يجي لك سؤال هتلاقيه في أسئلة المستويات لما يجي يقول لك ايه؟ يقول لك الأخطار بدأت من عهد كليبر، أقول له لا والله ما حصل. الأخطار كانت من عهد مين؟ من عهد نابليون، وهو اللي ايه؟ كان عامل نفسه عبيط ومش شايف الأخطار اللي حواليه. يبقى تاني، يبقى الأخطار بدأت من عهد نابليون إنما زادت في عهد مين؟ كليبر. طب زادت إزاي؟ بيقول لي لأن الأخطار كانت تهدد أهو الحملة من كل جانب. يبقى ما أجي أقول لك سؤال، هل نابليون كليبر كان زي نابليون عايز يقعد في مصر؟ أقول له غلط. غلط. طب ليه؟ هقول له نابليون كان من كليبر كان من أنصار الجلاء. يعني إيه الجلاء؟ قال لك لا، البلد دي ما ينفعش نقعد فيها، البلد دي فيها مشاكل كتير. طب المشاكل الكتير زي إيه؟ هقول لك أول حاجة يا سيدي، الجيش بتاعي، انت ناسي ان الجيش بتاعي في معركة ابيقير البحرية اتحطم بالجنود اللي كانوا فيه، بالمعدات اللي كانت فيه. يبقى تناقص اعداد افراد الجيش هنا اهو بسبب المعارك الداخلية المعارك والحروب الداخلية. في سؤال هتلاقيه في الاسئلة يقول لك ايه؟ ما العلاقة، اكتبها فوق الجزء ده، ما العلاقة بين معركة ابيقير البحرية والاخطار التي تهدد الحمل او اتفاقيه العريش؟ هنشوفها بعد كده. هقول لك ان عدد الجيش بدا يقل. قال لك انا هفضل هنا ما عادش عندي حد، يبقى عدد الجيش قل في معركه ابيقير البحريه. طيب ماشي، تعال نشوف بقيه الاسئله. هقول الدولة العثمانية ما هي ساكتة، يعني بالرغم من المعارك اللي دارت في حملة الشام ومعركة أبيقير البرية، برضو الدولة العثمانية ما هي ساكتة، أرسلت حملة جديدة للعريش ودمياط. طيب المماليك اللي كانوا حاكمين مصر مع الدولة العثمانية رجعوا تاني للمقاومة، بعودة المماليك للمقاومة. 3 المصريين دي انت مش حاططهم في حسابك ولا ايه؟ المصريين قاموا بثورات تانية امتدت من الشرقية لوسط وغرب الدلتا. يبقى اذا هنا سؤال، لما اجي اقول لك سؤال زي اللي هو جايبه كده بقول لك دلل كانت الاخطار تهدد الحملة من كل جانب. هتقول لي الاجابة بسبب تناقص عدد جنود الجيش بسبب المعارك والحروب الداخلية والخارجية، ارسال الدولة العثمانية لحملة جديدة للعريش ودمياط، عودة المماليك للمقاومة، تجدد ثورات المصريين في الشرقية وامتدادها إلى وسط وغرب الدلتا. عشان كده يبقى ما اجي اقول لك سؤالي، طب انا عايز اغير السؤال اقول لك ايه؟ بما يعني جيت جايب لك دلوقتي سؤال بقول لك دلل كانت الاخطار تهدد الحمله من كل جانب، صح؟ طب لو غيرت السؤال وقلت لك ايه؟ دلل او بما تفسر كان كليبر من انصار الجلاء عن مصر. ليه؟ هتقول لي بسبب الاخطار اللي قلت جايه من اول، بقى هجيبها من اول الجزء ده، كانت بسبب الأخطار التي تهدد الحملة من كل جانب، وأجيب بقية الجزء ده كله اللي هو ده. خلاص؟ طيب سؤالي بقى، احنا قلنا إن كليبر ما كانش عايز يقعد في مصر. طب تعرف تقولي لي إيه الدليل؟ احنا كلامه بس هقول لك لا، هقول لك هثبت لك بالدليل. كليبر دلوقتي عايز يخرج مش ويسيب مصر، بس في مشكلة عنده، مشكلتين مش مشكلة واحدة. المشكلة الأولانية إن هو لو خرج من مصر أنا مش هسيبها لإنجلترا عدوتي، انا هحرقها بس ما اداش انجلترا. طب وهتسيبها لمين؟ قال لك هسيبها لصاحبتها اللي هي مين؟ الدولة العثمانية. طيب ماشي. والمشكلة التانية ان انا عايز اسطول امشي عليه، اروح انا والجيش اللي معايا، ايوه لسه معايا عناصر كتيرة من افراد الحامية من افراد الحملة الفرنسية عايزين يروحوا بلدهم، هيروح ما فيش عندنا سفن، وفي نفس الوقت بريطانيا محاصرة السواحل. طب نعمل ايه؟ هروح اتفق مع بريطانيا؟ لا، لو رحت اتفقت مع بريطانيا تدخل تستولي على مصر. هروح اتفق مع مين؟ مع السلطان العثماني، باعتباره ان هو صاحب مصر ومش هديها للانجليز. يبقى اما اجي اقول لك سؤال دلل كان كليبر، قولي دليل ان كليبر لم يكن ينوي البقاء في مصر، هقوم قايل الاجابه حيث قام كليبر بالتفاوض مع الدوله العثمانيه فيما عرف باتفاقيه العريش. يبقى تاني السؤال بيقول لي دلل لم يكن كليبر من أنصار البقاء في مصر، قولي دليل. هقول له الدليل إنه قام بالتفاوض مع الدولة العثمانية فيما عرف باتفاقية العريش. طب تعال نشوف. يبقى ما اجي اقول لك هنا اتفاقية العريش كانت سنة كام؟ 1800. طيب الأطراف عندي مين؟ الأطراف هقول له الدولة العثمانية، السلطان العثماني مع مين؟ مع قائد الحملة الفرنسية اللي هو مين في الوقت الديواني؟ كليبر. طيب اتفقوا على ايه؟ اتفقوا يا جماعة احنا هنمشي ونسيب لكم البلد، بس في شرط ان انتوا تجيبوا السفن بتاعتكم نمشي عليه. يبقى اهو
الاسباب طبعا ايه، هنقول اول اسبابها ادراك كليبر اللي احنا قايلينه فوق، ادراك كليبر استحاله بقاء الحمله في مصر في ظل الاخطار اللي تهدد ايه وجودها. كليبر زي ما انا قلت لكم راجل كان عاقل مدرك ان الحمله في ظل الاخطار دي ما ينفعش تستمر اكتر من كده فين في مصر. طب الشروط بتاعتها ايه؟ شروطها الحمله خرجت من مصر بجنودها، ان احنا هنخرج بجنودنا بس على ايه؟ على نفقة الدولة العثمانية، سواء من خلال المراكب بتاعتها الاسطول او من خلال ان هي طبعا مصر ملك لمين؟ الدولة العثمانية، المفروض ان سواحلها تحميها، المفروض تمنع الانجليز انه يقف قدامها، فمعنى ذلك ان تفسح لهم المجال ان هم ايه؟ يعدوا من السواحل ايه؟ المصرية. يبقى تاني يبقى شروطها هو الخروج الحملة الفرنسية بجنودها الى فرنسا على نفقة الدولة مين؟ العثمانية. النتائج مين بقى اللي قاعده ومراقبه؟ طبعا الدوله العثمانيه ما تستجرش تاخد قرار الا لما ترجع لمين؟ لبريطانيا. بريطانيا الحكومه البريطانيه قالت لها لا ليه؟ قالت لها هم دخلوا مصر بمزاجهم، هيخرجوا على مزاجنا احنا. طب ازاي يعني؟ الحكومه الفرنسيه متقاله للسلطان العثماني عايزين يخرجوا يسلموا نفسهم كأسرى حرب، واحنا نشوف اذا كنا نعفى عنهم ونفرج عنهم ولا نحبسهم ونعمل فيه اللي احنا عايزينه. طبعا الكلام ده لما راح لكليبر، طبعا كليبر ايه؟ رفض تام، قال لك خلاص هنفضل قاعدين لكم، هنموت فيها ونموتكم وما احناش خارجين كأسرى ايه؟ حرب. يبقى اما اجي اقول لك هنا النتائج، فشلت الاتفاقيه ولم يتم خروج الحمله من مصر. ليه؟ هقول لك بسبب رفض الحكومه البريطانيه، رفضت الاتفاقيه. طب رفضتها ليه؟ هقول له طالبت باستسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب، فرفض ايه؟ كليبر. تاني يبقى طالب باستسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب. اما اقول لك سؤال، طب ما هو كده فرنسا قعدت في مصر، كان ممكن خرجت في السنه دي 1800، ده فرنسا خرجت 1800 وواحد. طب ما هو كده بريطانيا غلطانه. ليه؟ لانها اطالت مده بقاء الحمله. يعني لما اجي اقول لك سؤالي بما تفسر عليها، تبدا على هنا غير السؤال ده بما تفسر، بس السؤال هلف فيه لفه شويه كده. بما تفسر كانت بريطانيا من اسباب بقاء الحمله في مصر وقت اطول. ازاي بريطانيا كانت السبب في ان الحملة تقضي في مصر وقت اطول؟ هقول له حيث قامت برفض اتفاقية العريش وطالبت كليبر باستسلام انفسهم كأسرى حرب، ولكن كليبر رفض، فاستمرت الحملة في مصر. طب سؤال، لو ماذا يحدث اذا لم تتدخل بريطانيا في اتفاقية العريش؟ لخرجت الحملة الفرنسية من مصر على نفقة الدولة العثمانية 1800 بدل 1801. طيب سؤال هنا بقى، اما اقول لك هنا طبعا كليبر كان وافق مع واتفق مع الدوله العثمانيه ان هو خلاص هيخرج قبل الاتفاقيه ما يتم رفضها، فجه فعلا الجيش العثماني للقاهره عشان يتسلم القاهره باعتبار ان الاتفاقيه ماشيه قبل ما يحصل الرفض. فلما حصل بقى الرفض والاتفاقيه فشلت، قام كليبر جرى ورا مين؟ ورا الجيش العثماني، روح بقى بلادكم طالما انت مالكش شخصيه والدول بتتحكم فيك. يبقى قام كليبر بمطارده الجيش العثماني حتى وصل الى مشارف بلاد الشام. يبقى هتلاقي عندك برضه سؤال، هقول له بنقول حدث صدام عسكري بعد اتفاقيه العريش مع مين؟ بين كليبر والقوات العثمانيه، لانه كان سمح لها بدخولها القاهره فاعادت متقهقره الى بلاد الشام. طيب يبقى كده مين؟ اتفاقيه العريش فشلت. طبعا المصريين قاعدين بيراقبوا الاحداث، يا دي المصايب. احنا كنا ناويين، كنا عايزينهم ان هم يخرجوا. طب ايه اللي حصل كده؟ طب هي الثوره، طب هو دلوقتي بريطانيا المفروض كانت تخرجها من مصر، طب هي قعدتها لنا ليه؟ طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ قال لك خلاص احنا هنقوم احنا كمان بثوره، يبقى احنا من جهه وكل من جهه. المصريين قاموا بثوره تانية، بس المره دي هنسميها ثوره القاهره التانية. طبعا ثوره القاهره الاولى كانت في عهد مين؟ كانت في عهد نابليون. ثوره القاهره التانية هتقول لي قائد الحمله اللي هو مين؟ قائد الحمله اللي هو نابليون. طبعا نابليون لا، قائد الحمله هنا كليبر. ثوره القاهره الاولى كان قائد الحمله مين؟ نابليون بونابرت. طب تعال نشوف مركزها حي بولاق. لو انت فاكر التانية كان مركزها مين؟ الازهر الشريف. احدثها. طيب هنا الثوره لها قائد، لها زعيم. التانية كنا بنقول علماء الازهر كنا بصفه عامه، انما هنا الثوره لها
زعيم اللي هو مين؟ اللي هو عمر مكرم، كان نقيب الاشراف، واشتدت الثوره في حي بولاق. طيب النتائج: اخمدت القوات الفرنسيه الثوره ودمرت حي بولاق بالكامل. اشتد كليبر في فرض المزيد، برضو هي يبقى الاثنين الثورتين نتائجهم اشتدوا في فرض المزيد من الضرائب ومصادره الاموال، والاثنين نابليون وكليبر اهو تشابه ان الاثنين استخدموا القمع والقوه في اخماد الثوره. بعدها اتقتل كليبر على ايد مين؟ قال لك على يد احد طلاب الازهر اسمه سليمان الحلبي، وده في 1800. طيب جه بعد كليبر القائد الثالث للحمله اللي هو مين؟ اسمه مينو. خلي بالكم مينو ده كان شبه نابليون في الراجل ده كانت الدنيا عنده فله، عايز يقعد في مصر واعلن اسلامه وتزوج من سيده مصريه عشان يعني يثبت للمصريين انه واحد منهم، بس على مين؟ طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك طب قولي دليل ان هو، مش احنا قلنا ان كليبر هاتيلي دليل ان هو ما كانش عايز يقعد في مصر؟ قلت لك الدليل ان هو عمل اتفاقيه العريش. طب ايه الدليل ان مينو كمان عايز يقعد في مصر؟ خلاص الدليل ان هو عمل خطه اصلاحيه اهي، قام مينو بإقامة في مصر وتحويلها إلى مستعمرة كبرى، لذلك قدم خطة إصلاحية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي. يبقى قدم خطة إصلاحية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي. يبقى كده اتنين شبه بعض، نابليون ومينو. انما كليبر لا، ما كانش ينوي. قلنا كل واحد الدليل على على رغبة كل واحد فيهم. طيب المفروض الراجل هيقعد ان خلاص. قال لك بس في مشكله، الناس اللي حواليه مش هيسيبوه يقعدوا، اللي هم مين؟ لا الدوله العثمانيه تهنيه على القعاد ولا انجلترا تهنيه على القعاد. طب ايه اللي حصل؟ قال لك ماشي انت اقعد زي ما انت عايز. قامت الدوله العثمانيه بعت له انجلترا قامت بعت له الاسطول بتاعها البحر واقف قدام الشواطئ المصريه في ابيقر، برضه انضم ليه الاسطول العثماني. طبعا مينو ما قدرش يتكلم، ده انت عندك اسطولين بيهددوا السواحل. اضطر مينو للجلاء والخروج عن مصر. يبقى عندي سؤال هنا اما اجي اقول في الجزئيه دي بما تفسر خروج الحمله الفرنسيه من مصر، هقول له بسبب بسبب ارسال انجلترا اسطولا حربيا الى ابيقير انضم له الجيش العثماني. تاني ارسلت انجلترا اسطولا حربيا الى ابيقير انضم له الجيش العثماني، فلم تستطع القوات الفرنسيه المقاومه، وفعلا استسلمت وغادرت من مصر، وفعلا تم جلاء الحمله الفرنسيه عن مصر 1800. يبقى الحمله الفرنسيه خرجت بسبب مين؟ الاسطول البريطاني والاسطول العثماني، ولكن مينو ما كانش عايز يخرج من مصر. طيب كده خلصنا الجزئيه بتاع الاحتلال كلها. تعال نكمل نتائج الحمله الفرنسيه. طبعا الحمله الفرنسيه احنا قلنا قبل كده ما كانتش زي اي حمله عسكريه، لان نابليون وهو جاي زي ما احنا قلنا اصطحب معاه مجموعه من العلماء في كافه التخصصات لدراسه احوال مصر، وعشان كده الحمله تركت نتائج بعيده المدى. خلاص يعني ايه بعيده المدى؟ يعني نتائج في كل المجالات. طب لما اجي اقول لك اهو دلل، اما اجي اقول لك تركت الحمله الفرنسيه على مصر نتائج مختلفه المدى او طويله المدى او بعيده المدى. هقول اول حاجه ادت لنمو الروح القوميه للمصريين. ازاي؟ مش المصريين دول اللي قاموا بثوره اولى وثوره تانية وثوره ابناء الصعيد؟ المصريين بقى عندهم نمو وعي ان احنا عايزين نختار اللي يحكمنا، ان احنا ما يحكمناش واحد مش عايزينه او واحد اجنبي. ده اسمه ده اسمه نمو الروح القومي. طب قولي دليل على كده. هقول لك الدليل زي ما هو كاتب لك السؤال اهو، دليل ان المصريين بعد ما خرجت الحمله الفرنسيه من مصر اللي هيحكم مصر بعدها بشويه مين؟ محمد علي. المصريين هم اللي هيختاروا محمد علي بنفسهم وهيعزلوا الوالي العثماني اللي كان قبله. يبقى اما اجي اقول لك سؤال دلل، هقول كان من نتائج الحمله الفرنسيه على مصر نمو الروح القوميه للمصريين. هقول له حيث ظهر ذلك واضحا وجليا بعد خروج الحمله الفرنسيه عن مصر عندما تمسك المصريون بحقهم في الحريه. المصريين تمسكوا بحقهم في الحريه وفي اختيار من يحكمهم، زي ما انا قلت لك ضربت لك بمثال محمد علي. يبقى ده اول نتيجه للحمله الفرنسيه. طب النتيجه الثانيه، الدول الاوروبيه قبل ما تيجي الحمله الفرنسيه ما كانوش واخدين بالهم من موقع مصر ده.
يعني ان مصر دي اللي احتلها ممكن يوقف التجارة في العالم. قال لك يبقى بدأت الدول تبص وتنظر لأهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي، وخاصة مين؟ بريطانيا، اللي الموضوع كان أصلا معمول عشان عشانها بالذات. يبقى توجه أنظار الدول الأوروبية خاصة إنجلترا لأهمية موقع مصر الجغرافي. 2. 3. تنظيم أمور الحكم والإدارة. نابليون أول ما دخل مصر عمل حاجة اسمها الدواوين، زي المجالس الشعب كده. الدواوين دي كانت موجودة عنده في فرنسا، فهو حب يعمل زي. طب خلي بالك نابليون عملها ليه؟ قال لك علشان هو كان اصلا عاملها بسبب خبيث عنده، ان هو يعرف الحاجات اللي بتدور في اذهان المصريين وكده في من ثالثه سنه. ولكن هو قال لك هنا قال لك هو عملها عشان يدرب العلماء والاعيان ازاي ان هم يقعدوا ويبقى لهم جانب او دور في اتخاذ القرارات اللي تعود على الاهالي بالنفع العام. ما هو ده بالنسبه لهم نمو وعي قومي، ان هم فيهم ان هم لازم يشاركوا في نظام الحكم، لازم يبقى لهم دور. فعشان كده لما الاحتلال مشى خلاص فهموا الموضوع دوني. فلما جه بعد كده الدوله العثمانيه تمسكهم قال لك لا، احنا مش عايزين الولي دوني، احنا هنختار اللي احنا عايزينه. يبقى اما اجي اقول لك الحمله الفرنسيه كان لها دور في تنظيم امور الحكم والاداره، هقول له حيث قام نابليون بانشاء. اما اجي اقول لك دلل، هقول لك حيث قام نابليون بانشاء الديوان العام ودواوين الاقاليم وديوان القاهرة. أما أقول لك سؤال بما تفسر إنشاء نابليون الدواوين، هتقول لي بهدف تدريب الأعيان والعلماء على نظام مجالس الشورى. هيتدربوا عليها ازاي؟ من حيث الاستشارة، يشوروا بعض وتلقوا الآراء فيما يعود على الناس بالنفع العام. يبقى ما اقول لك نمو الوعي الوطني المصريين تمثل في اشتراكهم في هقول له تمثل في اشتراكهم في في الدواوين. ماشي، تعال نشوف النتيجة الثالثة. النتيجة الرابعة، قيام علماء الحملة بعدة أعمال، ودي أعمال علمية. خلي بالك بنقول عملوا أولا أول ناس فكروا في قناة السويس دي كانت الفرنسيين، كانت فكرة فرنسية. قال لك إن إحنا هنشق قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. بس طبعا الموضوع بقى بالفشل، لأن كان فيه سوء لتقديرات بعض الحسابات إن ارتفاع البحر المتوسط أعلى منسوبا من البحر الأحمر. طيب تاني حاجة، إنشاء المجمع المصري، تأليف كتاب وصف مصر، اكتشاف حجر رشيد. ده مهم جدا، بيجي عليه دايما اسئله. اكتشاف حجر رشيد 1799. طب ده ادى لايه؟ حجر رشيد ده كان مكتوب عليه الحروف الهيروغليفيه بتاع المصريين القدماء، بمعنى الحرف ده بالشكل ده بحرف كذا الف، الحرف ده بحرف باء، وهكذا. فمن خلال التعرف على الحروف دي او الكتابات دي قدرنا نعرف الكتابات الموجوده على الجدران، الاهرامات والاثار، ونعرف كل حاجه عن الحضاره المصريه. عشان كده لما اجي اقول لك ما العلاقه بين اتفاقها، ما العلاقه بين الحمله الفرنسيه والحضاره المصريه القديمه؟ ايه اللي جاب الحمله الفرنسيه الحضاره؟ هقول ان قام علماء الحمله الفرنسيه باكتشاف حجر رشيد وفك الرموز الموجوده عليه، وبالتالي التعرف على الحضاره المصريه القديمه. وطبعا دي نتائج علميه. طيب تعال نشوف. بيقول لي اخر حاجه كان لها العديد من الاثار الايجابيه على النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه. زي ايه؟ هقول لك اولا في مجال، مش احنا قلنا مينو كان مقدم خطه اصلاحيه؟ هقول له في مجال الزراعه، تنويع المحاصيل، نوعوا المحاصيل لتمام مشروعات الري. 2 في الصناعه عملوا قال لك انشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقه والدباغه وحروف الطباعه. تاني لما اقول لك عادي سؤال هقول لك دلل. اهتم الفرنسيين بالصناعه في مصر، هقول له من خلال انشاء مصانع النسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وصناعة حروف الطباعة. طيب التجارة مينو، أنا قلت لك مينو كان عايز يقعد. طب مينو خلي بالك ما يتسجرش ويعمل تجارة خارجية في الأجزاء الشمالية. طب هيعمل تجارة خارجية فين؟ في الأجزاء الشرقية للبحر الأحمر والأجزاء الجنوبية. عشان كده شاف الأسواق يقول لك إن الاحتلال فتح أسواق في البحر الأحمر في دارفور اللي هو في السودان في الجنوب، في الحبشة، بلاد شمال افريقيا اللي هي مين؟ جنب ليبيا، يعني يمشي لها كده بالعرض. انما ما كانش يتسجر يمشي ناحيه الشمال، لان الاسطول البريطاني محاصر سواحل مصر. هو كده ما عنديش اصلا اسطول. طب هنا يجي لك سؤال بيقول لي بان التجاره، بنقول ان الحمله الفرنسيه كان لها تاثير كده. دلل. كان الحمله الفرنسيه تاثير سلبي وايجابي على التجاره. طب سلبي وايجابي على التجاره في مصر. السلبي اللي هي معركه
أبيقير البحرية أدت إلى توقف تجارة مصر الخارجية في الجزء الشمالي. طيب والآثار الإيجابية هقول له إن الحملة قامت بفتح أسواق خارجية فين؟ في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان والحبشة وبلاد شمال أفريقيا. طيب في مجال الصحة العامة إنشاء المحاجر الصحية في القاهرة والعديد من المدن الأخرى، ودي نتيجة اجتماعية، يبقى أنا قسمتها لنتائج اجتماعية ونتائج اقتصادية. وبكده نكون خلصنا كل نتائج الحملة. إن شاء الله المرة الجاية هنحل أسئلة الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.